انسي بقى اي طريقة مكرونة عملتيها قبل كده. النهاردة هنعمل مكرونة بالصلصة طعمها حكاية. اي حد مبتدئ لسه داخل المطبخ هيعمل طبق مكرونة عظمة. يلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على النبي العدنان ونخش على الفيديو بتاعنا بقلب جامد. معايا بصلاية ضربها بالكبة، معايا قرن فلفل رومي، قرن فلفل سبايسي، قرن فلفل عادي، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، واي نوع مكرونة انت بتحبيه. انا هنا عملت مكرونة مقصوصة او المكرونة اللي هي اول حاجه الخواتيم. هنسلق المكرونة، سلقتها نص سلقة وبعد كده شطفتها شطفة سريعة كده وحطيتها في المصفى الصفا. تعالوا بقى اما نعمل الصلصة. حلة على النار، معلقتين سمنة، معلقتين زيت. الزيت مهم جدا عشان المكرونة تكون مفلفلة وكمان يكون فيها لمعة. بعد ما السمنة والزيت سخنوا نزلت بالبصلة، وهنا هشوح البصلة لحد ما تاخد لون ذهبي، بس لون ذهبي كده بالزيادة علشان طعمها يبان في المكرونة. بعد كده نزلت بالفلفل ونزلت بمعلقة صغيرة خالص من الثوم المفروم، ولو انت مش حباها سبايسي ممكن تستغني عن قرن الفلفل السبايسي، بس هي بتبقى جميلة كده وهي مشطشطة. بعد كده نزلت بمعلقة كبيرة من الصلصة، والصلصة مهمة جدا عشان بتدي للمكرونة لون خطير، لون أحمر حلو جدا. بشوحهم مع بعض كده لمدة ثواني، وبعد كده بنزل بالبهار من كل حاجة معلقة صغيرة، فلفل أسمر وكزبرة وكمون، وطبعا الملح حسب الذوق، ومهم جدا معلقة من السكر علشان الحموضة. هنسيبهم لمدة دقيقتين كده ياخدوا من ريحة البهار، ونجيب كيلو من الطماطم عشان احنا عاملين كيلو مكرونة. كيلو المكرونة بياخد كيلو من الطماطم عشان المكرونة تبقى حمرة كده وحلوة. هنغسل الطماطم ونضربها في الخلاط، وبعد كده نصفيها وننزل بالطماطم بتاعتنا مع نص كوباية من المية، ونهدي عليها ونسيبها تتصلصل براحتها خالص، بس نظبط ملح. لو كانت محتاجة ملح ظبطي الملح بتاعها. المكرونه عايزين يكون فيها عضه كده او مسويها نص تسويه عشان لسه هتكمل السوا بتاعها في الصلصه، فتطلع معاكي المكرونه مفلفله كده وحلوه. بعد ما الصلصلت هننزل بالمكرونه، هنقلبها تقليبتين كده ونسيبها على نار متوسطه لمده دقيقتين اتنين بس، ما بتاخدش وقت خالص. شويه مكرونه عسل مفلفلين واخدين لون حلو جدا جدا. على فكره اللي احلى بقى في الموضوع ده، المكرونه دي لما بتبات بتبقى احلى 100 مره من وهي طازه، والله بتبقى جميله وبتفضل كده مفلفله زي ما حضرتك شايفه كده. وكمان بقى لما بتبقى مشطشطه بتبقى حلوه جدا. مكرونه لما بتبقى مشطشطه حلوه، لكن لو انت مش حباها كده ممكن تعيني قرن الفلفل اللي احنا حطيناه. ما شاء الله تبارك الله، مش محتاجه بقى ولا لحمه ولا فراخ ولا حاجات، تتاكل كده ارداحي من غير حاجه. بتنجان مخلل، بطاطسيه مقليه، وكلي بقى بالف هنا. جربوها ان شاء الله، انا واثقه انها تعجبكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو منك كده، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.